ذهب المرحوم فتحي إلى مارسيليا، فحدث أن تعرف على مغتربة جزائرية مطلقة ولديها ابن، فوقعا في حب بعضهما البعض وأعلنوا زواجهما. بعد مدة تعرف الشيخ فتحي على الشاب بلال الذي كان يعيش هناك بدون وثائق الإقامة ولا مسكن، فاستقبله فتحي في بيته وقال له: أنت بمثابة أخ لي وبيتي هو بيتك إلى أن تسوي وضعيتك. وأصبح بلال يرافق الشيخ فتحي الذي كان في أوج شهرته إلى الحفلات والأعراس. وبعد مدة أراد الشيخ فتحي الذهاب إلى الجزائر من أجل عمل، فأخبر الشاب بلال بذلك، إذ أنه من غير الطبيعي أن يبقى بلال في بيته وهو غائب. في الفترة التي كان فيها الشيخ فتحي رحمه الله في وهران، تحصل شقيقه الذي كان طالبا بكلية الطب على تأشيرة وسافر إلى فرنسا. لما وصل إلى مارسيليا ذهب إلى بيت فتحي من أجل غرض ما. دق الباب فكانت مفاجأة ساحقة، فليس زوجة أخيه من فتحت الباب، بل رجل مجهول يرتدي لباس نوم خاص بالشيخ فتحي. فما كان منه إلا أن اتصل بشقيقه وروى له القصة واصفا الرجل المجهول الذي لم يكن يعرفه، فأدرك فتحي مباشرة أن هذا الشخص لم يكن إلا الشاب بلال الذي جعله أخا وأدخله بيته. صدمة شديدة أصابت المرحوم فتحي من هذه الحادثة، ولم يستطع بعد ذلك العودة إلى بيته من شدة تأثره، فقد ترك كل أغراضه بما في ذلك دفترا كان فتحي يكتب عليه كلمات أغانيه التي لم تسلم حتى هي من أيادي بلال كما يقول قريبه، فقد أخذ منها بعض الأغاني ونسبها إلى نفسه. أما المرحوم فتحي فقد دخل في دوامة حزن وكآبة مما جعله يصاب بمرض السكري، حتى رحل عن عالمنا سنة 2001 تاركا وراءه رصيدا فنيا كبيرا وأغاني تشهد على حزنه ومعاناته من مرارة الغدر والخيانة. رحمة. أنا سافرت وشفت خويا عندنا مغرب راه أحسن من الكانيون تاع لاس فيغاس، ولا أحسن تاع تكساس، ولا أحسن من اسمح لي تروح لمراكش راك في الاي، فهمت؟ راك في لوس انجلوس تروح اسمح لي عزيزي خويا، تروح لطنجة راك عند صحاب الرجله وكل شيء هنا تاع وهر تاع الجزائر ولا في واشنطن شيكاغو عندنا احسن جو بو لو دير، احسن مغرب، احسن بلد في العالم، فهمت؟ عندنا احسن صحراء، احسن طبيعه، احسن صحراء، احسن طبيعه، احسن وراه عندنا مغرب. السلام عليكم خوتي المغاربه المتابعين، عادي الميلودي كيف العاده. جاي رد على واحد الشيخ ديال راسو، ما فهمتش اخويا، المغاربه هضروا معاك ما عجبكش الحال، انت غادي ترد عليهم، انت هو بطل العالمي ديال الردان، زعما انت هو اللي كتعرف تهضر بوحدك، اللي كتعرف تقول الكلام، ما فهمتش انا. الناس قالوا لك اودي عيرتي المغاربه، قلتي لهم الجنسيه ما عندك ما دير بها، تيري بها لا كريم ودير بها شي فيلا وداكشي ديال الله اللي قلتي انت. قالوا لك المنتخب اللي تشجع، قلتي المنتخب الفرنسي ما لعبش مزيان المنتخب. واش كدير اخويا في المغرب؟ شنو كدير في هاد البلاد السعيده؟ بغيت كنعرف. انت انسان عارسي هاد البلاد وما عجبكش الناس يهضروا معاك، عارسي هاد البلاد، سبيتي هاد البلاد، كليتي الغله وسبيتي المله انت، وعاد كتقول لك كذاب، كتقول لي انا كذاب وفي وجهي. ما قلتيش لهم انت نشجع فرنسا؟ قلت انا ما قلتيهاش. عندك سيدي فوتبال الدرجه الاولى، عندك سيدي
رضا الطلياني الله يعمر الدار. عندك اسيدي الشاب خالد ملك ديال الراي، هذاك ملك ديال الراي، هذاك الا قلتي ملك ديال الراي كيجي مع الملك ديال الراي. هذاك سيدو حنا كنحتارموه هو كيحتارمنا. عمر الشاب خالد قال شي كلمه خايبه على البلاد. انت عندك مشكل مع الشاب خالد هضر معاه نيشان، مشي دخلت السيده صاحبي السيده هضرت على درتي عليها قصه شعر. سيده مسكينه قال ديك الهضره اللي كاينه هي حتى هي مغربيه عايشه في هولندا. قال لك عاد انت بها شعر الحشيش مالك اصاحبي، انت فمك خاسر يا صاحبي، مالك اللي تبعدي يا صاحبي. انت انسان قلتي الهضره صافي قلتي وعد زاد البلاد. انا مشيت كنطبطب في البيبان واش انا هاز لافاليز يجي كنقلب عليا يا اخويا، يجي هاز لافاليز كتقلب علينا. وهذاك المناجر اللي هو شادك انت في هذه البلاد السعيده راه هو عارف راسو شكون هو، فاهم. وكاين عرفتينا انت الاول انت نحيدو كاين واحد السيد اللي هو ملك الراي ديال المغرب، خويا العزيز الله يرحمه. درتي ندوه مرحبا الف مرحبا، درتي ندوه بخير وعلى خير من حقك شغلك هذاك. ولكن السيده اللي ما كتعرفش صوتها مزغب ولا صوتها ما مزغبش ولا راه السيده عندها ولاد وكتقول لها بحال الهضر كل ما كان داك الشيء كون راكم عارفين شنو غنعرفوا اصاحبي. راه انت امك مريضه بقيتي كتبكي، ما عجبكش الحال. هي حتى هي راه فهمتيني، حتى هي دير اللي بغات دير شغل. هذاك السيده خدامه على راسها، كتنوض هزاك لاصو كتنوض كتقلب على راسها، تخدم ودير اللي بغات. فين عندك انت المشكله اصاحبي؟ علاش اصاحبي كتبقى تهبطوا من بلادكم ولاد بلادكم؟ علاش هادشي هذا؟ الا تهضر على شي حاجه، هضر على هاد لا بلال راه صاحبي وراه هو يقول لكم راه اخويا صاحبك وصاحبنا حنا راه كاع كان صاحبي انا هو بلا كيقول لي انت الشيخ، انا هو كيقول لي انت شيخ، انا الشيخ، انت كيقولها لي بلال. وكون نهار اللي تقلب على هذه البلاد انا تقلبش عليه، لان انا مغربي وحقيقي حتى الموت، وهذا هو الغريب. ناكل خبزه بالبصل والطوماطيش وما ناكل خروف عند الناس المنانه، ونسكن في قربي بالقصب في وسط العيش، وما نسكنش في قصور تحت الاهانه. وراكم غالطين، ماشي كاع اللي خضر حشيش وماشي كاع الناس جوبانه. بكنوس الدنيا انت ما تغنينيش، لو كان نحس نموت داخل زنزانه. وفي الرجوله يلي ما تعرفنيش قاري في مدرسه احمد زبانه. انا على نيفي قادر نموت جيش ضد الحسادين والناس الخوانه. وحده طايبه كاع ما تعرفنيش، حاشا خلق ربي تحسب دبانه. نخلصك يا اختي في جاه ربي ما تسمعينيش، انت اللي دحسك عندها حسانه. شعرك مكشرد تحسب قضبه تاع حشيش، سبحان الله غوله وفرحانه. انت لبلادك انت شكون ولبلادك انت ما تشرفيش. المغربيه الحره بيك راها حشمانه. ايا نخليك يا اختي، انا الوقت ما عنديش، عندي ما يدار، قعدي تبعي فيا انا ومشي غير انت خلي ما نحكيش. كندير عليكم نهضر سيمانه. مرحبا اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم القناه ديالنا اصدقائي ما تبخلوش علينا بلايك وبكومونتير وكذلك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم اكستريم تي في سبورت. احبكم في الله، الى الملتقى.